الاتحاد الغيني يرد على الشائعات التي وصلت من الجزائريين لمحاولته القيام ببعض الشوشرة على موضوع نهائي المغرب والسنغال. أصدر الاتحاد الغيني لكرة القدم بيانا رسميا يوضح فيه حقيقة الأخبار المتداولة مؤخرا بشأن مزاعم تقديم طعن يتعلق ببطولة كأس إفريقيا 1976. وأكد الاتحاد بشكل قاطع أنه لم يقم بأي إجراء قانوني لا لدى محكمة التحكيم الرياضية ولا لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نافيا كل ما يتم تداوله من شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح البيان أن المباراة التاريخية بين منتخب غينيا لكرة القدم ومنتخب المغرب لكرة القدم سنة 1976 انتهت بالتعادل 1-1، وأن نظام البطولة آنذاك لم يكن يتضمن مباراة نهائية، بل كان الحسم عبر مجموعة نهائية توج على إثرها منتخب المغرب لكرة القدم باللقب، فيما احتلت غينيا المركز الثاني. وشدد الاتحاد الغيني على أن هذه الادعاءات غير دقيقة ولا تستند إلى أي أساس رسمي، داعيا وسائل الإعلام والجماهير إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الموثوقة. كما جدد التزامه باحترام الحقائق التاريخية والقوانين الرياضية، مؤكدا دعمه لقيم الروح الرياضية والوحدة داخل القارة الإفريقية. خلاصة: لا وجود لأي طعن أو تحرك ريسوميا من غينيا، وكل ما يتداول مجرد إشاعات لا أساس لها